8 شتنبر حنا عرفنا بانه السلطه وكل اجهزه الدوله تجيشت باش انه ينجح حزب التجمع الوطني للاحرار. اش قالت له؟ قالت له انا كيسميوني ميسي ديال العاصمه. اللي هي هاد السيده مؤخرا توصلنا بمجموعه من الوثائق كتبين بانه كاين شبهه في واحد الملف، هو التسيير ديال البارك، التسيير ديال حظيره السيارات ديال الرباط. واش بصح كاين مقرات تابعه لجامعه الرباط مكريين ب 50 درهم؟ ويلي 50 درهم 55 درهم 100 درهم دخل عليك الله. ماشي مقرات السي حميد، هادو فيلات سير بحث انت مستشار ما عارف والو. والله سيدي ما عندنا شي معلومه على هاد الفلوس هادي فين كتمشي. كنقول لك 7 المليار غتصرف والله ما عارفينها من غير واحد 60 مليون اللي قال لك غيعطيوها 6 مليون اللي غادي تمشيو يكريو بها الاخر. زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقه الحواريه. مجلس العاصمه الرباط على صفيح ساخن، تعنيف، اتهامات، تطال مسؤول كبير رئيس مجلس النواب، وتبادل لسباب وشتائم، وحديث عن تلقي صحفيين ل100 درهم. تصريح مثير صادر على لسان عمدة مدينة الرباط. هذه جملة من النقاط التي سنتناولها في هذا الحوار مع واحد من أبرز الوجوه في المجلس، المستشار عن فيدرالية اليسار فاروق المهداوي. سي فاروق مرحبا بك. الله يحفظك سيدي حميد، شكرا لك على الدعوه الكريمه، ونناقشوا ونوروا الراي العام الوطني وساكنه الرباط بكل ما يدور داخل مجلس جماعه الرباط. محامي متمرن بهيئه الرباط، مستشار جماعي في فدراليه اليسار، عضو المكتب السياسي لحزب فدراليه اليسار، ونائب رئيس الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. وبعدا شنو علاقتك بالمهداوي؟ جايب لي المشاكل كنلقى عناوين المهداوي منتفض ولا ما منتفض، تقول لي دابا انت كيديروا اسماء. ارتبط الحمد لله ارتبط اسم المهداوي بالانتفاضه، ما ارتبطش بالخنوع وشي حوايج اخرين. الحمد لله. منتفض انت خلينا. لا الله يحفظك. وبعدا منوض صداع بزاف سي فاروق البارح ومحيح. نعم. هذاك المشهد شنو بعد قصه هذا العنف هذا وهذا الروينه؟ ماشي محيح وماشي منتفض بقدر ما هو واحد التعبير حضاري على واحد المجموعه من الممارسات اللي كتمارس داخل جماعه الرباط. ما يقع حط نفس الصوره كاع ما يقع بالضبط. نعم، ما يقع بالضبط هو انه البارح كانت عندنا الدوره ديال ماي 2023 مجلس جماعه الرباط. عقدت الدوره في ظروف نقدروا نقولوا ان الاجواء ديالها في البدايه لم تكن سليمه، لان الدوره تاخرت في الانعقاد ديالها، لان السيد العمده ما قدرش انها تجمع النصاب اللي هو 41 مستشار الا بلاتي. اسمح لي سي فاروق، شحال عندها هي الاغلبيه؟ الاغلبيه راه فيها اكثر من 50 عضو اللي معاها هي اللي معاها. واللي معارضه شحال فيها؟ المعارضه كاين فريق فدراليه اليسار فيه 4 ديال الاعضاء، وكاين فريق العداله والتنميه فيه 8، وكاين فريق ديال حزب الاتحاد الاشتراكي فيه 8 ديال الاعضاء. 12 من 20 تقريبا هي اللي شكون معاها هي من غير الاحرار؟ مع حزب التجمع الوطني للاحرار اللي هي كتنتمي له. شحال عندهم هما الاحرار؟ هما شحال كاين؟ ما نقدرش نعطيك بالضبط الارقام. كاين حزب الاصاله والمعاصره وحزب الاستقلال وكذلك حزب الحركه الشعبيه. انضاف مؤخرا الحزب الليبرالي الحر. الحزب الليبرالي معاها؟ نعم، هذا قبل الدوره بواحد 3 ايام فات الاسبوع هذا توصلنا بواحد البلاغ ديال الحزب ديال السي محمد زياد. نعم. مستشار موسى العريف اللي التحق بالاغلبيه. داك الاختيار ديالو من حقه. كيبقى واحد الفريق ديال فريق الوفاق فيه بعض الاعضاء ديال الاتحاد الدستوري ومختلف الحساسيات اللي بقات. الفريق ما عرفناه لا في الاغلبيه ولا في المعارضه. الوقيته اللي بغاوه يكون في الاغلبيه كيكون في الاغلبيه، والوقيته اللي كيبغيوه يكون في المعارضه كيكون في المعارضه. واحد الملاحظه ثارت انتباه البعض هو انه كاين بعض الوجوه من الاحرار كانوا البارح في مواجهه مع السيده الرئيسه، وهي من الاحرار اعتقد رئيس مقاطعه حسان. نعم بالضبط. اللي وقع البارح كيفاش الناس من الاحرار حتى هما ضدها؟ للاسف اللي وقع البارح السي حميد هو انه كما قلت من بعد ان السيد العمده ما قدرش انها تجمع النصاب والاتصالات والموظفين ومشاو جابوا الناس باش يجيو يحضروا الدوره. اللي وقع هو ان السيد العمده جاو واحد 2 ديال الناس خارج المجلس لا علاقه لهم بالمجلس، دخلوا كيغوتوا كيسبوا بكلام نابي جدا. موظفين؟ لا ماشي موظفين، هادو خارج المجلس لا علاقه لهم بالمجلس. باي صفه حضروا؟ ما عرفناش.
ما عرفناش. جاو هاد الناس دخلوا للمجلس اقتحموه، كيتهموا رئيس مقاطعه حسان وكذا واحد المستشار اللي هو السيد هشام اقمحي باتهامات خطيره جدا. بحالاش؟ كيقول لهم راكم سرقتوا شي دار، ما شي دار فاضصه، حنا ما عرفناش الحيثيه. لما كيقولوا هذوك الغرباء نعم كيتهموا هاد زوج مستشارين. الزوج منين؟ المهم الاحرار، التجمع الوطني للاحرار. السيده العمده ما عرفتش كيفاش دارت واحد القرار كتعطي الميكرو لهاد الغرباء كتقول لهم هاكو عبروا على الراي ديالكم. والباشا كاين تما الصوت؟ والباشا حاضر، هادشي كاين كلشي مصور. لا هاد الغرباء بحضور الباشا شاف بحضور شنو كان الباشا. موقف ديال السلطات؟ ما كان حتى شي موقف ديال السلطات. ودون داكشي في محضر؟ المفروض انه يكون الدون، لانني انا لا ما طلعتوش، ما عرفتوش. لا ما احنا ما يمكنناش نطلعوا على المحضر ديال الباشا، ما كنطلعوش عليه، كنطلعوا على المحاضر ديال الدوره. المحضر ديال الدوره لا محضر الدوره لا ما غيوجدش دابا، كيوجد تقريبا على الاقل من بعد واحد. دابا غرباء امام اعين السيد الباشا كيقولوا شي جوج من الاحرار انتم سرقتوا شي دار. نعم هنا اصل المشكل بدا. هنا اصل المشكل بدا. والاكثر من هذا والادهى انني كنقول لك ان السيده العمده كتعطي الميكرو لهاد الغرباء كتقول لهم تحدثوا على الاخر ديالكم. حنا ما كانش هذا مشكل بيناتهم. هما كيتهموها بان هي اللي استقدمات دوك الغرباء المجلس. هي كتقول بان الناس جايه كتحتج وخصها تعبر على الراي ديالها. فخضم هذا الصراع هذا انا طلبت نقطه نظام. ماشي هذه في البدايه طلبت نقطه نظام لان باش عطاتها لك دغيا. لا ما عطاتهاليش دغيا. 25 دقيقه سيدي حميد وانا داير بحال هكا قدام الوزير. 25 دقيقه 25 دقيقه وانا كنطلب بنقطه نظام باش خديت نقطه نظام. لا ما كانوا متدخلين بزاف. لا ما كانوش نقطه نظام كتسبق المداخلات السي حميد. انا ما كنهضروش على المداخلات، كنهضروا على نقطه نظام في التسيير. السيده العمده كتمنح الميكرو للناس خارج المجلس. 25 دقيقه 25 دقيقه وهي كتشوف فيك بحال هكا قدامها حدا وجهها. ما بغاش تعطي، ما بعيدش عليها ب 20 سنتيم. ما كايناش هاد العمليه كديرها مع كلشي راه معاك؟ لا كديرها معنا حنايا كفريق ديال الفيدراليه معارضه. نعم. طلبت حتى جلس السيد الباشا قال له اعطيه الباشا قال له اعطيه. السيد الباشا اللي امرها قال له اعطيه الكلمه وقال لي الله يحفظك غير رجع لبلاصتك وحنا غنعطيوك الكلمه. قلت له غتضمن لي بانني غناخذ الكلمه نرجع لبلاصتي ما عنديش مشكل. ورجعت لبلاصتي ونددت بما وقع داخل المجلس. قلت راه ما يمكنش ان حنايا كمستشارين اللي منتخبين اللي صوت علينا الشعب المغربي والساكنه ديال الرباط كتحرمينا من الكلام في الحين انه يجيو ناس اللي غرباء على المجلس وكتعطيهم الميكرو كتقول لهم تفضلوا وعبروا على الراي ديالكم. هذه المساله اعتبرتها انها لا تشرف لا الاغلبيه ولا المعارضه لانها هي هذا الحدث هذا يضر بصوره المؤسسه. واحد الجوج كانوا كيشدوك. شكون هاد الجوج هذوك؟ هاد الزوج احنا ما كنعرفوهمش. قدموا راسهم على اساس انهم موظفين في المجلس. حنا ما عمرو شفناهم، ما عمرو جاو حضروا معنا الدوره. الموظفين اللي كنعرفوا مدير المصالح، كنعرفوا رؤساء المصالح، رؤساء الاقسام كيجيو كيحضروا الدوره. هادو اللي كيشدوك من يديهم. هادو جاو حضروا تما ياما مدير المصالح جالس اللور وكيعطيهم بالاشارات بالعينين ديالو كيجيو كيدخلوا كيدفعوا سير في حالك لا ما تدوش لا ما تقولش لا. الفيديو راه كيوثق كل شيء. شنو اصل الصراع؟ علاش هادشي؟ هاد الاحتقان علاش وصلت الامور لهذا المستوى؟ هاد الشيء سي حميد بدا من البدايه ديال الاخر كما كيقولوا المغاربه راه من الخيمه خرج معايا. كلشي عرف كيفاش كانت 8 شتنبر وكلشي عرف هاد الناس منين جاو. شنو كان في 8 شتنبر؟ 8 شتنبر حنا عرفنا بانه السلطه وكل اجهزه الدوله تجيشت باش انه ينجح حزب التجمع الوطني للاحرار. وجينا على هذا اتهام خطير. لا ماشي اتهام خطير. هذا الشيء عندنا حنايا بالوثائق وبالدلائل. انا كنعطيك انا محاضر ما توصلناش بهم في الانتخابات. رفضوا انهم يعطونا المحاضر. ما طلعناش على المحاضر الى يومنا هذا. المحضر الوحيد اللي عندنا دابا انت ترشحتي ونجحتي وما عرفتش المحضر. ما عنديش المحضر ديال المركزي فيهم. طلبته مرارا وتكرارا. واش كيجاوبوك السلطات؟ ما عندناش. كاين غير المحضر ديال المركزي. ها هو بغيتو ما بغيتوش الله يعاونك. هادشي تقال لي نهار صبيحه الانتخابات. بغيتي تشوف هذا المحضر. الانتخابات الاربعاء الخميس عطاوني المحضر قال لي هذا هو اللي عندنا. كنقول له هاد الارقام اللي عندك هنا انت منين استندت عليها؟ منين جبتها؟ خصك المحاضر الاخرى. خصني المحاضر ديال المكاتب والمحضر المركزي. هادو المحضر القانون كيسمح لكم. كيسمح لنا. المفروض كيسمح لنا. بالعكس القانون عطانا حتى اننا نديروا المراقبين في المكاتب. المراقبين في المكاتب تعرضوا للتضييق في الانتخابات ديال 8 شتنبر. الناس ما خلاوهاش ديال المراقبه. هذا كان موقفكم انتم ولا حتى البي جي دي وكل؟ لا هذا كان موقف واحد المجموعه من الاحزاب السياسيه. كان موقف ديال حزب فدراليه اليسار، كان موقف على ما اظن ديال حزب الشركه الموحد، حزب العداله والتنميه الى غير ذلك من الاحزاب. وجينا من بعد الانتخابات للمجلس كل شيء العالم شهد على الكارثه اللي وقعت في الانتخاب ديال العمده في الجلسه الاولى. تراسل بالكلام النابي ومجموعه ديال الناس اللي خارج المجلس عاودوا يستقدموهم والحيحه وتم التاجيل ديال الجلسه الاولى. ومشينا للجلسه الثانيه.
وقدرات العمده بمعيه الحزب ديالها انهم يكسبوا الاغلبيه. واستبشرنا خيرا، قلنا لا جميل انه مرأة على راس مجلس ديال العاصمه، ممكن يكون تدبير مغاير، غادي نستافدوا شويه. ولكن السي فاروق، واش تقدر تنفي ان هذه السيده خلقت جدل وسرقت اضواء واقدمت على خطوات وربما استفزت بعض المستفيدين تاريخيا من الريع او لا من شي وضع، والدليل هو خطوتها في مجال محاربه الموظفين الاشباه؟ واش بيكونش الشيء اللي كديروا لها انكم لقيتوا السيده مصلحه وردتوا لها دابا مخزونين ولا هذه الخطابات السيده، ولا السيده باغيه تصلح المدينه؟ الموظفين الاشباح باش نكونوا واضحين، الموظفين الاشباح فريق فيدراليه اليسار هو من اثار الموضوع. اثرناه في الولايه السابقه وما اتخذ حتى شي اجراء. هذا المشكل موظفين الاشباح تاروا قبل العمده اسماء، تاروا قبل العمده اسماء، يعني ماشي هي اللي جابت هذا الموضوع. لا ماشي هي اللي جابت هذا الموضوع. هذا الموضوع انا تار في عهد البي جي دي، تاروا الرفيق عمر بلافريز، ما كان حتى شي جواب على هذا الشيء. قبلوا ذاك الوضع، قبلوا هذا الوضع هذا ما كان حتى شي جواب. فاش جينا حنايا في هذا المجلس عاوتاني اثرنا المشكل ديال الموظفين الاشباح، وكنا جد فخورين ان السيده العمده تخرج الاعلام اعلاميا تصريح مع الزميل رضوان الرمضاني في القناه بحال هي اللي فجرت الموضوع. نعم جات سولها على الموضوع وقالت بانه كاين 2400 موظف شبح. انا شخصيا استغربت لهذا الرقم هذا اللي قالته. نحن كنعرفوا الجماعه فيها تقريبا واحد 3400 3500 موظف، كان اللي كنشوفهم كيخدموا، يعني الا كتقول لي كاينات 2400 يعني 1000 اللي خدام، اللي كنشوفهم يخدموا اكثر من 1000. ماشي مشكل، رقم حقيقي ولا اكثر؟ احنا انا ما نقدرش نقول لك. لا حيت انا ما نقدرش نقول لك. انا احسن ما عطيت لك استفز عدد من الموظفين المقاطعه. نعم كلشي ولا في دائره الشبهه. كلشي ولا في دائره الشبهه. في هذه الحاله كلشي ولا في دائره الشبهه. قلنا مزيان، هذه السيده صرحات، يمكن هي عندها معطيات، هي في المسؤوليه، يمكن تجيب وثائق. من ذاك الحين وحنا كنطالبوا بان نشرنا اللائحه ديال هذا الموظفين. صرحت وهربت. حنا صرحت وما زادتش دارت. لا صرحت وطرحت. لا باش نكونوا عاوتاني منصفين، في الدوره ديال اكتوبر قدمنا 5 ديال النقط الادراج في جدول الاعمال. من بينها النقطه ديال الموظف الاشبح، السيده العمده رفضت انها تدرجها في جدول الاعمال. رفضت انها تدرجها في جدول الاعمال. وحطيت لها سؤال كتابي معه، انا اللي وضعت السؤال الكتابي على الموظفين الاشباح. شكون هما الموظفين الاشباح، ونشروا لنا اللائحه ديال الموظفين الاشباح. والسؤال راه شنو جاوبت؟ جاوبات قالت لك بان حنا خدينا واحد المجموعه من الخطوات تجاه الموظفين الاشباح. مزيان، شنو هي هذه الخطوات؟ راسلنا 496 او 497 موظف شبح، 6 أو 7 توصلنا بالاستقالات ديالهم، وواحد العشرة عطيناهم انذارات. ولكن هي كاينه اين هي 2400؟ فين بقى؟ فين هو الا جمعنا هادشي كامل راه ما كايناش تما واحد 600، ما كايناش 550 واحد. فين بقات 1900 ديال الموظفين الاشباح اللي صرحت بهم؟ اذا هذاك التصريح اللي غتكون لا غادي نزيد معك سيدي حميد كثار من هذا الشيء هذا. جينا في الاخر في الدوره ديال فبراير الماضيه وطلبنا ادراج نقط في جدول الاعمال، ومن بينهم النقطه ديال الموظفين الاشباح. وجاوبتنا السيده العمده كتابا بان تقول لنا بانها كترفض درج هذه النقط في جدول الاعمال. ما الداعي والتعليل ديالها في هذا القرار كتقول بانه تم النقاش وتم الجواب على هذه الاسئله في دوره سابقه. حنا دابا على لحد الان راه باقيين كنطالبوا. فين وصل الملف ديال الموظفين الاشباح؟ هي كتقول المعطيات مزيان، حنا معها لمحاربه الموظفين الاشباح، واي خطوه غادي ديرها في هذا الجانب حنا سنتمنها ونوقفوا بجنبها. حنا ما كنديروش المعارضه من اجل المعارضه، حنا نقوم بمعارضه بناءه ونتمن ما هو ايجابي وننتقد ما هو سلبي. والسيده العمده راه عارفه باننا حنا ملي كتجيب قرارات زينه راه حنا اللي كنصفقوا لها الاولين. دارت شي حاجه زوينه اللي كيكونوا لا سمح لي نكمل. كاين حوايج ايجابيه، ما يمكنش نكروا انه ما كاينش امور ايجابيه. كانوا امور ايجابيه من قبيل راه هذا التصريح هذا اللي قالته هو امر ايجابي. صفقنا لها الوقت اللي دارت الشباك الوحيد، قالت بانه عندنا مجموعه من الحرفيين، مجموعه من المحلات مع غير قانونيين كيشتغلوا خارج القانون، غنفتحوا هذا الشباك من اجل تسويه الوضعيه ديالها. كنا اول من صفقها، ولكن تفاجئنا وتصدمنا في الاخر. علاش؟ لانه فينا هي الحصيله ديال هذا الشباك الوحيد. من المستفيد من هذا الشباك الوحيد؟ شكون المستفيد؟ هذا الشيء خصها تجاوب عليه هي. لا مادام طرحتي السؤال اللي عندك شي لا لانه حنا هذا الشيء طرحت فيه سؤال في الدوره. جاوباتك؟ ما جاوبتنيش، جهلت. واخا ارجع لك الموظفين دوره فبراير، واخا ارجع لك الموظفين الاشباح في اعتقادكم، لان هذه نقطه خلقت جدل وسط المغاربه. واش السيده
يعني اغبلوا العمده غرر بها في ذاك الرقم اللي قدمت، واش تم تضليلها، واش ما عندهاش معطيات وزربت، او ان السيده دارت السياسه بغات تخرق فقاعه اعلاميه كبيره من اجل اثاره الانتباه. شوف في ذاك الحوار السيده العمده قالت الصحفي اللي كانت معه زميل رضوان الرمضاني بانها ميسي ديال العاصمه. اش قالت له؟ قالت له انا كيسميوني ميسي ديال العاصمه، اللي هي ميسي ديال العاصمه. وعطاتو واحد المجموعه من الحوايج اللي انا كنعتبرها بانها نفخ في حوايج بسيطه اللي هي مطلوب منها انها ديرهم. راه ماشي ما كتعطيش من المال السكينه، هادشي اللي كدير كتلقي عليه تعويضات بالقانون. ماشي حنا ما كنقولوش حاجه خارج القانون، كتلقي عليه تعويضات. هذه مهمه ديالك، راه كيجي لها طوعيه، ما كاين حتى شي واحد يدير لك السيف وقال لك اجي كوني عمده. يعني خصك تخدمي السكينه، لا داعي للنفخ. في الملف ديال الموظفين الاشباح اللي وقعت فيه هي انها عطات ارقام بدون انها تكون عندها وثائق. واش كانت كتقلب على البوز، واش انها كانت تقلب على حاجه اخرى، هذاك الشيء كيهمها. ولكن حنا ما يهمنا هو التصريح. صرحتي انه كاين 2400 موظف شبح، ثبتي لنا بانه كاين 2400 موظف شبح. هذا الشيء اللي ما شفتش اللائحه لحد الان. راه كنقول لك بانه تحط السؤال والطلب ديال ادراج نقص جدول الاعمال في الدوره ديال اكتوبر ومورها الدوره ديال فبراير، ولم تكون تعرضت هي لشي ضغوط. ما هي كتقول لك بانها لا تتعرض لاي ضغوط. علاش لا في نظركم علاش ما عندوش لائحه؟ في اطار حتى المغاربه الراي العام الشفافيه والوضوح، نبغيو نعرفوا حنا الناس الاشباح. هي دارت واحد الاجراء من بعد التصريح ديالها، مما يثبت بان ما كانش عندها دليل على التصريح ديالها اللي كان قبل. حتى من بعد ذاك التصريح وناضت طلبت من رؤساء المقاطعات انه يعطيوها جرد ديال الموظفين اللي عندها. وشنو تلاقات في هذا الجرد الله اعلم، لانه هي ما من بعد ما كشفت الناس على شنو تلاقات، لان هي مشات دارت الوسائل ديالها باش تعرف شكون هما هاد الموظفين، شحال العدد ديال الموظفين اللي عندها، فينا هما اللي مشاو الحاق بوزارات اخرى، فينا هما اللي ما كيجيوش، فينا. لقيتو عندها شريع هي شي استفاده مع قرابات ديالها، مع مستافده هي زعما؟ لقيتو شي حاجه خارج؟ حنا لقينا بزاف، ماشي جوج. اولا لقينا بانه في اطار واحد الدعوه كنا درناها من اجل الغاء النتائج ديال الانتخابات اللجان بالمجلس، لقينا بان راجلها هو اللي كينوب عليها، زوجها الاستاذ سعد المبارك، الاستاذ المحترم، كينوب على المجلس، كينوب على مجلس جماعه الرباط. راجلها لا مأكد من هادشي؟ مأكد، وعندنا وثيقه حنا نشرناها. لا حيت ممكنش نشرنا الناس ونقولوا شي حاجه بدون ما يكون عندنا دليل. نشرنا وثيقه مذكره كاينه في ملف موضوع في المحكمه الاداريه، واخا تمكنا منها غنديروها في المونتاج، وهي لم تنفي بل اكدت الموضوع. راجلها اكدت وقالت بانه هذه دعوه شخصيه. بالله عليك ودي خويا حميد، واش حنايا رافعين دعوه ضد المجلس في شخص ممثله القانوني؟ اعتبرت ان في شخص ممثله القانوني اللي هي رئيسه المجلس بان هي دعوه شخصيه. بالله عليك واش هذه كتفقه في القانون؟ قالت هكا، قالتها. هي تقدر ترجع للتصريحات ديالها، ويقدروا المغاربه كاملين يرجعوا للتصريحات ديالها في هذا الموضوع. قالت هذه مساله شخصيه. والله الا قالتها والله الا قالت هذه الهضره هذه. واخا نمشي معك واحد النقطه خطيره وخطيره جدا وكذا. لا نكمل لك في الاطار ديال القرابات. هذه السيده مؤخرا توصلنا بمجموعه من الوثائق كتبين بانه كاين شبهه في واحد الملف، هو التسيير ديال البارك، التسيير ديال حظيره السيارات ديال الرباط، تعطى الولد قيادي في حزب التجمع الوطني الاحرار. شكون هذا؟ اللي هو عضو المكتب السياسي معها، اللي هو السيد رشيد الطلبي العالمي. وفي وثائق هادشي؟ هذا الملف هذا فيه وثائق، فيه صور، فيه الشركه، شكون سميت الشركه، فيه ليرسي. ولكن باش عرفتي هو الطالب العالمي؟ عندنا داك الشيء سي حامد ليرسي، تقدر ترجع له وتشوف. والعهده عليك. علي. ولد الطالب العالمي. والعهده علي. هذا عضو المكتب السياسي كونت كوموند باش يدير الاصلاح ديال سيارات الجماعه. واذا كان هذا الشيء حنا لحد الان قلنا بانه هذا الامر يقدر يكون قانونيا متجاوز من الماده 64 وما تلاها، ولكن اخلاقيا سيدي حامد. لا نناقشوا اخلاق. حنا المغاربه كنناقشوا، حنا المغاربه الصفه الاولى اللي كنتميزوا بها هي الاخلاق. اخلاقيا واش انت واحد معاك عضو مكتب سياسي غتجي وتعطي لولده بحال هذه؟ ستان كادو. ولد رئيس مجلس النواب. ولد رئيس مجلس النواب هو عضو المكتب السياسي. هو عضو مكتب سياسي. والسيده هي عضو مكتب سياسي. وهي دابا عضو مكتب سياسي، عمده عطى ولد عضو مكتب سياسي. نعم. مع بعضياتهم. مأكد من هاد المعطيات؟ متأكد جدا سيدي حميد، متأكد جدا. وتخرج تنفي الا كانت شي حاجه. انا هادشي اللي كنقولوا نحن نعرضوا المساله القانونيه. هادشي ما كنقولوش تاروا معاه في المجلس. تاروا البارح في المجلس، ما ترناش حنا في الحقيقه كمعارضه، ولكن كانوا الناس تاروا هذه المساله. واش قالت هي؟ ما جاوبتش نهائيا، درت راسها ما سمعتش. والباشا في راسو هادشي، والوالي السيدي يعقوبي الله اعلم.
لا الباشا كان حاضر الله اعلم. لا ما كان الباشا كان حاضر بالطبع. والتار هادشي والتار هادشي كنقول لك المواطن ناض كيغوت كيقول لهم هاد السيده عطات الاخر. والطالب العالمي لم تجب نهائيا. شحال قيمه الصفقه؟ ماشي صفقه هي يعني بونت كوموند. بونت كوموند. لا شحال قيمه؟ يعني غيكون اقل من 200 الف درهم، يعني قريب من 20 مليون ديال السنتيم. 200 مليون 20 مليون ديال السنتيم. اقل من 20 مليون ديال السنتيم هذو هما لي بونت كوموند، ولكن ما عرفتش بالضبط شنو هو المونطون اللي كاين. هذا راه غير جزء صغير. لا هادشي اللي كتقول دابا كيدوخ. هادشي راه غير جزء يعني صغير. هو الطالب العالمي عضو عطاء سميتها عضو المكتب السياسي ديال التجمع الوطني للاحرار كتمنح ولد قيادي في حزب التجمع الوطني للاحرار بونت كوموند باش يدير اصلاح السيارات. ما درتوش شكايه في هذا الموضوع؟ نعم ما درتوش شكايه؟ ما حنا غاديين في لا بروسيدور ديال اننا غادي نديروا ماشي لا هادشي لا علاش ما درتوش شكايه السلطات؟ راه الناس كيتعزلوا رؤساء الجماعه. واحد رئيس الجماعه في سوق الاربعاء عزلوا على واش؟ غير لابيلانس في ايامات كورونا كينقود الناس. نعم الناس تعزلوا على التخربيق. نعم. كيفاش هادي ولد مكتب سياسي معاه؟ هنا كاين تنازع المصالح. انا قلت لك في القانون نقدروا ما نلقاولهاش واحد التخريجه، ولكن اخلاقيا واش الناس راه كتفهم شنو هو انه واحد كيعطي البونت كوموند لواحد اللي قريب له باش ندوزو من هنا ومن هنا. واخا سي فاروق غنمشي معاك لواحد النقطه اخرى مهمه وبغيتك تاكدها. هو صحيح سمعنا انا ندخلها في باب الاشاعات، ولكن انت كمستشار تاكد واش بصح كاين مقرات تابعه للجامعه الرباط مكريين ب 50 درهم. ويلي 50 درهم 55 درهم 100 درهم دخلنا عليك الله. ماشي مقرات السي حميد، هادو فيلات هادو فيلات ديال الجامعه في 16 نوفمبر. بشحال؟ في 16 نوفمبر مكريين ب 55 ب 100 درهم ب 150 درهم كاعلى قيمه. فيلا سي حميد 55 درهم. وهذا الشيء راه طرحناه في المجلس. واش كتقول هي؟ قالت لك اسيدي التركه ديال من سبقوها، ولكن هاد التركه ديال من سبقوها شنو درتي فيها انت؟ خليتيها. اذا انت قابله بهذا الشيء اللي كاين. التركات قالت لك الناس اللي قبل هما اللي مخليين هذا الشيء هذا. هكا جاوبت. هكا مع العلم انه راه كاين عماره هنا في اكدال كريتها الجماعه ب 10 مليون ديال السنتيم باش دير فيها ملحقه اداريه باش تعرف المفارقه كيفاش دايره. فيلا ب 55 درهم ديال املاك الجماعه محطوطه كتكرا ومشات كرات 50 درهم المجموع ديالها في العام كامل 600 درهم ولا 700 درهم. وش مشات كرات ماشي هي حقيقه باش نكونوا عاوتاني منصفين. المجلس اللي كان قبل كاري عماره ب 10 مليون ديال السنتيم باقي دابا كيخلصها المجلس. دابا كيخلصها المجلس كيما كيقولوا قزارو ما عرفتش كيقولوا معشي باللفت. هي هذه يعني عندها الخيرات. ها المقرات الجماعه عندها ما يكفي من الخيرات. الجماعه قادره ان تخلص الديون اللي عليها وتنفذ الاحكام القضائيه اللي صدرت ضدها وانه وشيت الخير. واخا شنو قصه واحد 7 المليار سمعناها في شي تصريح في ديك الفوضى ديال البارح؟ ما هي ماشي 7 المليار، هي ما يقارب 7 المليار. نقدر نعطيك الرقم بالضبط. الرقم اللي هو 6 مليار و988 مليون. هذا قلت لك بالسنتيم، يعني ماشي بزاف على 7 المليار. هذا تقول السيده العمده بانه هذا فائض حققته من خلال العمل ديالها والعمل ديال النواب في السنه ديال 2022. هذا هو الفائض ديال الميزانيه ديال شاط. جميل جدا هذا الكلام. مزيان. حنا ما كان مزيان تقول لكم حنا ما كنفيوش بين الناس دارت واحد العمل، النواب قاموا بواحد العمل، ولكن ذاك العمل اللي قاموا به النواب ماشي هو السبب في هذا الفائض هذا. السبب في هذا الفائض هو القرار الجبائي اللي صوتنا عليه في الدوره ديال ماي ديال 2022 اللي بالموجب ديالو نضت السيد العمده ومشات كتفرض على واحد المجموعه من الحرف ومن المهن انهم يخلصوا كوارث ديال الفلوس باطارين رجعي للجماعه واستخلصات هذه الاموال هذه. عندها الحق؟ ما عندهاش الحق. كان مازال مقبول انها تنفذها من تاريخ الصدور ديال القرار. هذا هو القانون ما كاينش اثار رجعيه. كاين اللي تخلص الفلوس من 2018 كاين من 2019 وهو خلص ديك الضريبه هذيك بالجبايات. وهادو هما اللي حقوا هذا الفائض هذا. وهذا الفائض كيفاش تم التوزيع ديالو على واحد المجموعه من الامور. اولها جاتنا في واحد لا ريبريك اقتناء اراضي هكا في السماء فيها مليار و300 سنتيم 300 مليون ديال السنتيم. قلنا لها شنو هي هذه الاراضي؟ فين مشات هذه الاراضي؟ شنو غديري بهذه الاراضي؟ ما قالت والو. كتقول المقبره المجزر كتعطي غير هكا غير فضفاضات. من كتقول لي غادي نقتني اراضي خصك تقول لنا هذه الاراضي فين كاينه؟ شكون الملاك ديالها؟ شحال المساحه ديالها؟ كاين واحد المجموعه من الحوايج اللي خصك تعطيه. ما كدليش، ما كاين حتى وثيقه. السيده كتقول اقتناء عقارات. اقتناء عقارات ديالاش؟
بشحال الثمن اللي مخصها؟ 400 مليون سنتيم. اقتناء عقارات. وفين هاد العقارات؟ الله اعلم، والله ما نعطيك انا شي حاجه في هذا الجانب هذا. واش هكا لا كاين حتى وثيقه لا هكا اقتناء عقارات. اقتناء عقارات. نزيدك اسيدي حامد، وكطالبوا نتوما تعرفوا تعويض الملاكين عن نزع الملكيه. مجموعه من القرارات صدرت ضد الجماعه في نزع الملكيه، خصها 300 مليون ديال السنتيم. شحال؟ 300 مليون ديال السنتيم. حنا طلبنا غير بواحد الجواب اللي هو يكون بسيط. ملي كنهضروا على التنفيذ ديال الاحكام في الغالب ديال الادارات العموميه كيفاش كتمشي بالسنوات. يعني عندي واحد الحكم صدر في 2012، ما يمكنش نسبق حكم صدر في 2020 عليه ننفذ ديال 2020. كنا قلنا غير شنو الطريقه اللي كيفاش غادير تنفذ هذه الاحكام، شكون هما مالين هذه الاحكام. الدراسات والمساعدات التقنيه 50 مليون ديال السنتيم. ديال هاد الدراسات ديال من هاد الدراسات على من غدار هاد الدراسات ما عندنا حتى شي وثيقه في نفسها كتقول لك بانها غادي دير دراسات عامه ب 50 مليون ديال السنتيم بوحدها. هذيك 50 مليون اخرى وواحد 50 مليون اخرى ديال الدراسات التقنيه. لا باس راه كاين 50 انا جا عندي هنا الدرهم قسمها 150 مليون 500 مليون. انا راه كنهضروا على 150 مليون ديال السنتيم حميد، ما عارفين شنو هي فين غتمشي وعلاش باش من البرمجه ديالها. تسمع غير دراسات صافي غير كتسمع. شراء عقارات، اقتناء العتاد واتات المكسب 150 مليون ديال السنتيم. ديالاش؟ اقتناء العتاد واتات المكسب ديالها ما عرفناش، الله اعلم. دابا انا كان عندي هكا الوثيقه نقدر نعطيها لك وتوريها للمشاهدين. فيها اقتناء العتاد واتات المكسب 150 مليون. عرفتي شكون هو هذا المكتب؟ شكون هو هذا المكتب؟ واش المكتب ديال شنو هو موظفين ولا شي مكتب ديال شي اداره اخرى ولا المكتب ديال الوزير ولا المكتب ديال الله اعلم. سير بحث انت ولا المستشار ما عارف والو. والله سيدي ما عندنا شي معلومه على هذه الفلوس هذه فين كتمشي. كنقول لك 7 المليار غتصرف والله ما عارفينها من غير واحد 60 مليون اللي قال لك غادي يعطيوها. 60 مليون اللي غادي تمشيو يكريو بها الاخر التيرانات. من غير هذا الشيء والله سيدي ما عارفين شي حاجه فين غادي تمشي. واخا ندوزو للموضوع ديال السيارات مهم كذلك وثار فيه نقاش. بعدا نبداو كيفاش قصه هذا الكرا ديال السيارات وكان خلق واحد الجدل كبير. نعم كراء السيارات السيده العمده دارت واحد الصفقه تفضل حنا واحد الوضع حنا قلناها مرارا وتكرارا. المغاربه راهم كيعيشوا واحد الوضع مأزم اقتصاديا واجتماعيا. حنا كنشوفوا التضخم ها الغلاء ديال الاسعار. جات هي كرات السيارات 13 سياره. يعني ان الجماعه عندها سيارات. هاد النواب هاد المده كامله ديالهم ولا ديال الجماعه؟ لا ديال الجماعه. هاد المده كامله بلاتي السفاره احنا دابا الجماعه فيها طوموبيلات موجودين ومشات هي جابت طوموبيلات اخرين كراء ديال طوموبيلات اخرين. الله اعلم سولايه علاش السي حميد؟ لانه هاد الفلوس هذه اللي تخسرات في هاد اللي ما يقارب واحد 140 مليون ديال السنتيم كان ممكن تمشي لبلايص اخرى. 140 مليون سنتيم في العام نهضروا على 5 ديال السنوات اللي غتبقى الصفقه هذه غاديه سائره. هزات دوك السيارات القدام عطاتهم رؤساء اللجان. هاد رؤساء اللجان اللي ما كيديروا حتى شي حاجه كيجيو للدوره كيعطيوهم واحد الورقه كيجي كيدير لك مش حتى الدوره كيجي قبل كيجي للجنه كيجي كيقول لك كيدير توصيه نوصي اعضاء المجلس بالتصويت على النقطه فلان وفلان نوصي. هادشي اللي كيديروا يومين قبل الدوره. واقسم بالله الا حتى واحد فيهم ما كيعرف منين جاي دوك الوثائق اللي غادي يعرض على اللجنه. ما عمر شي واحد ولهاد الدرجه وما عمر شي واحد فيهم بمبادره منه ناض اجتماع ديال اللجنه نهائيا. كلشي كيجي مقاد هاك سير دوز جيب للدوره التوصيه. كيجي للدوره كيقرا عليك التوصيه وسير الله يعاونك. واخا واحد القضيه كذلك ثار الجدل هو تصريح بخصوص الصحفيين ديال 100 درهم. وهذا تصريح كذلك استفز بعض يعني الناس لانه تصريح خطير وخطير جدا. وانا تنقولها لك الصحافه اللي هي محترمه مرحبا بها نجاوبها على راسي وعينيا. الصحافه الصفراء اللي ب 100 درهم خاتكتب على العمده ما عندي ما ندير بها. وارتباطا بهذه القضيه خرج له واحد التسجيل صوتي كتهضر بواحد الطريقه. جي جامي بري دو فواتور دو سيرفيس دو ما في. واخا انا عمده تنسوق طونوبيلتي وتندير المازوت ديالي وتنخلي لا تراسابيليتي لان تنخلص بلا كارت بانكير ديالي. دونك جو ني با دو كومونتير افير. ماشي فيما تخرج شي حاجه تبقاو تتصلوا بيا تفرعوا لي راسي. الله يعطيك الرضا. اليوم على العيد سير عيد مبارك سعيد وما تبقاش عيط لي. راه عندك لاتاشي دو كومونيكاسيون عيط له. انا بغيت نسولك بحكم قلبك انت كمستشار. يعني هذه العمده اللي كتدار مع الصحفي بديك الطريقه في الاوديو كتقول له ما تعيطش ليا كتقول الصحفي كيشدو 100 درهم نتوما وصل. شنو قصتها بهذا المستوى؟ انا قبل اخويا حميد ما نولج المهنه ديال المحاماه انا كنت صحفي اشتغلت لي سنوات في مهنه الصحافه وتواصلت مع مسؤولين. انت راك عارف هذا الشيء هذا ما عمره شي واحد تواصل معايا بهذيك
طريقه الاحتقار للصحفي حياتك في حياتي كامله. عمرك علاش هي كتحتقر الناس؟ ما عرفتش لانه شي مرات الانسان عاوتاني منين كيوصل لواحد لو نيفو كينسى منين جا، كيبغي يتعامل مع الاخر باحتقار. ما معناها انك تقول كاع الصحفيين اللي كيكتبوا عليا صحافه صفراء وكتشد 100 درهم، ما عندها حتى قيمه. لا قالت كاين بعض الصحفيين اللي مزيان قالتها بواحد الطريقه اعتقد باش نكونوا منصفين. نعم. ولكن وصفت البعض كيشدوا 100 درهم. هي وصفات الناس اللي كينتقدوها، يعني انت كتنتقدها كتشد 100 درهم، هذا هو ليكيفالون اللي عندنا 100 درهم. نعطيك انا ادهم من هذا الشيء. كانت هذا المصطلح ديال الصحافه الصفراء كانت تقول وسط الدوره الصحفيين كيجيو. نزيدك سيدي حميد المشكل اللي وقع في هذه الدوره وديال لا بمعنى واش على حسب واش هي عطات شي واحد باش عرفت 100 درهم، يا اما هي غتكون عطات 100 درهم لشي واحد شي نهار، ولا شافت شي واحد عطى 100 درهم. علاش اختارت 100 ماشي 200 ماشي 50 درهم ماشي هذا الرقم ديال 100 درهم؟ هذا كيبان لي زعما باش تبخس زعما ان هذا الصحفي ما عنده حتى قيمه شاد 100 درهم. هذا هو اللي فهمت انا من خلال التصريح ديالها. نقول لك واحد الحاجه سيدي حميد، هذه الدوره ديال ما باش نرجعوا لها. المشكل اللي وقع شنو هو المشكل؟ هو اني نط انايا وقلت لها راه خديتي واحد المقرر في الدوره اللي دازت صوتات عليه الاغلبيه كيقضي المقرر 16 بالتعديل ديال الماده 11 والماده 33، وغنوليو للماده 11 نبداو بالماده 33. هذه الماده 33 شنو فيها؟ النظام الداخلي ديال المجلس كتمنع التصوير على جميع المستشارين وعلى الصحافه داخل المجلس الا الصحافه المعتمده من طرف المجلس. يعني انت الا بغيتي تصور خصك تمشي عندها تعطيك واحد الاعتماد وتجي تدخل المجلس تصور. حنا تفاجئنا بوجود واحد الناس اللي ما عندهم علاقه بمهنه الصحافه، ما عندهم علاقه بمهنه الصحافه، كيصور هذا التليفون وكيصور. شكون عطاهم؟ نعم لا ما عندهم لا بطائق الصحافه لا ما عندهم لا بطاقه ديال الصحافه لا والو. وحنا طالبنا بالمجلس قلنا لها عطينا بطاقه ديال الصحافه. في هذا الوقت انا هذا السيد تحجم عليا شبه فيا في الدوره البارح، في وسط الدوره ديال البارح، في وسط الدوره هو كاين الفيديو راني نشره كيسبك هكا كيسب امام اعين السلطات عليا دفعني امام اعين السلطات. درتي الشكايه؟ غندير شكايه ان شاء الله. ومشى تهجم على الاخ عمر حياني وسبوه حتى هو، والفيديو راه كيبين هذا الشيء كامل، وما دارت هي حتى شي رياكسيون امام هذا الوضع هذا. والسيد الباشا حتى هو كان حاضر، هذا الشيء كامل داز امام عينه، ولحيت عليه انه يسجل هذا الشيء في الاخر في الدوره. وذكرتهم بواحد الواقعه وقعت في المجلس، هو انه في شهر 11 ديال 2021 جابوا الامن الوطني باش يخرجني انا من المجلس. انت بالضبط؟ لانني طلبت بنقطه نظام. جابته هي طلبت الامن. انا نقول لك شنو اللي وقع، هي انها كانت في شي ملاسنات واحد النقاش حقير جدا. وطلبت نقطه نظام لانه حنا ما جيناش تما باش نسمعوا لذاك السبان ديالها، هي حنا جينا باش ندافعوا على الساكنه والمصالح ديال الساكنه. سي حميد كي كتوصف واحد المحامي محامي رسمي كتقول له انت محامي فاشل، هي قالتها قالتها اغبالو قالت المحامي قالت له انت فاشل، قالت له انت محامي فاشل. شنو قالت الاخر؟ انا شخصيا هزتني النفس. لا من غير عباره فاشل. لا قالت له محامي فاشل، قالت له جاي كتدبر على الملفات وشي حاجه بحال هكا. كتدبر قالت له كيقلب باش يجيب ملف قدام الناس كيسمعوا، قدام الناس. هادشي وسط الدوره والباشا كيسمع، هادشي والباشا كاين. قالت له جيتي كتدبر. وشنو رد فعله كان المحامي؟ هو انا نتفضل عليه بطبيعه الحال، وانا زعما شخصيا هزني النفس لانني ما غنقبلش انا بحال هاد السبان يدوز حدايا. طلبت نقطه نظام، دارت واحد الماده 48 قالت لك اسيدي حنا نعرقلوا السير ديال الجلسه، صوتوا علينا الاغلبيه بالطرد ديالنا من خارج الجلسه. وتطردت؟ انا رفضت انني نخرج من الجلسه، قلت لها ما عندكش الحق، ما عندكش الحق تطردني، ما كانش النصاب اللي عندك باش انك تطردني. واحتجيت وسط المجلس. هذا الاحتجاج مشاو عيطوا للامن الوطني، وجا الامن الوطني اللي خرجني من المجلس. وخرجوك؟ خرجت من المجلس. بقات فيك؟ وبقات فيا. حقراتك؟ هذه لا ما غاديش تحقرني، ما غاديش نعتبرها حقره، ولكن غنعتبر هذا الشيء شطط في استعمال السلطه، خصوصا انه من كيكون هذا الشيء يتكرر. اذا كانت هذه المعطيات اللي كتقول انت صحيحه، نسولك هذه السيده اللي كثر عليها الزقه كتقول دابا قالت المحامي كتدبر، محامي فاشل، صحفي قالت له ما تعيطش ليا ما عرفت كيفاش داير البارح، واش مسنوده من شي جهه ما؟ ما يمكنش حميد دير شي حاجه في هذا المغرب الا ما كنتش مسنود. شكون اللي ما يمكنش توصل لها؟ لا شكون اللي مسخر الكتاب في نظرك؟ ما نقدرش نقول لك شكون اللي مسخر الكتاب، ولكن غنرجع لك عند الوالد. لا يمكن اليوم انك تجي دير هذا الشيء كامل، هذه الديكتاتوريه هذه وهذه الغطرسه وما تكونش مسنود. ما يمكنش نهائيا. من يحميها الله اعلم.
حتى حنا كنطرحوا هذا السؤال هذا. موقف الوالي بغيت تجاوبني على الموقف. سي الوالي اليعقوبي كنعرفوا. اسمح لي نطرح سؤال. نطرح سؤال وكمل. الله يكبر بك. سي الوالي اليعقوبي اليوم يعني بواحد الصرامه غريبه الاطوار كيفاش كيواجه هذا السكن العشوائي. شفنا في تماره وفي سخارات التراكسات كيريبوا واحد واحد القوه. انا بغيت نسولك، انا ما عرفتش سيدي يعقوبي مقارنه مع هذه المعطيات كيف كسلطه مراقبه واش نفس هذيك القوه اللي كيستعمل مع المواطنين البسطاء. خرج وسير كري وتسنى تيجيك النهار. سيد 20 عام 30 عام 50 عام هو ساكن. انا بغيت نشوف واش نفس القوه كيدير مع السي ربيع. انا ما عارفش. حنا وجهنا واحد المجموعه من المراسلات للسيد الوالي على الخروقات اللي كتوقع داخل المجلس، انه باعتباره هو سلطه الرقابه وهو من يراقب عمل المجلس وعنده واحد المجموعه من المساطر يمكن وعنده السلطات وصلاحيات. جاوب معنا في لحظه واحده. هو واحد المراسلات. شحال مراسله درتوا له؟ العدد ما عنديش العدد بالضبط، ولكن مجموعه 20 مراسلات. انا شخصيا لا بغيت نشوف كيفاش كيتفاعل 5 ولا 6 ديال المراسلات. عمر حياني تا هو دار مراسلات، ولكن تلقينا جواب على مراسله واحده من اصل شي 20 مثلا ولا 30. 20 تقدر تكون 20 تقدر تكون 20 ما جاوبش العدد. جاوب على وحده اللي جاوب عليها مشكور، انه كيقول في واحد المراسله كنت درتها على واحد النائب ديال رئيس مقاطعه اكدال اللي متابع في التزوير وفي الرشوه وعنده تفويضات باقي كيمارس المهام ديالو، وكل مره كتجي لابيجي الاخر باش تجي تحقق معاه في هذه الاتهامات هذو، لانه دائم التكرار ديال هذه الممارسه هذه. اللي جاوبنا السيد الولي قالنا ما يمكنناش ندخل في هذه المسطره لانها الامر معروض على القضاء، ونحن نتفهم الجواب ديالو. من غير هذه المراسله ما عمرو حنايا توصلنا بشي جواب. كيفاش كتفسر هذا الحياد ديالو؟ حياد ايجابي ولا سلبي؟ لا، اعتبره حيادا سلبيا. اعتبره حيادا سلبيا لانه ما يمكنش في ظل هذا الوضع كامل. احنا كنهضروا على العاصمه ديال المغرب، انا ما كنهضروش على شي مدينه اخرى، مع انه كل المدن متساويون كلهم على قدر واحد، ولكن العاصمه ديال المملكه الانظار كلشي كيشوف. ولكن ما تنفعش فاروق لو اشتغلت الراسه والديكتاتوريه ديال السيده العمده والسلطه مازال. ولكن شوف سي فاروق واش تقدر تنفي على ان وجه المدينه ديال الرباط تغير مؤخرا بشهاده العدد ان الرباط ما كانتش بحال هكا؟ ما تغير كثير. واش تحسب للوالي ولا الاستاذ عرباوي ولا البي جي؟ شوف، تحسب للمجالس المنتخبه وتحسب المتعاقبه على مدينه الرباط، تحسب للسيد الوالي، تحسب للمشاريع الكبرى اللي دارت مدينه الرباط عاصمه الانوار، تحسب لشركات التنميه المحليه اللي خدامه، تحسب لكل شيء. ما غنقدروش نقولوا بانه راها تحسب لشخص معين. سؤال اخير، وانت عمده ديال الرباط في المستقبل باذن الله عز وجل، اعطيني 4 اجراءات ما تعتقش بهم مهما كلفك الامر من جمال. ما يمكنش نكون ماشي ديمقراطي، ما يمكنش نقمع شي واحد يدوي في الكلام ديالو في المجلس. تقمعوش يقول اللي بغى، ما يمكنش. هذه وحده. انا نسينا واحد النقطه مهمه. واخا تفضل. النقطه مهمه هي التعديل ديال الماده 11 واللي غادي نرجع عنده. اختار بانه عندنا الماده 46 في القانون 113 14 واضحه كتقول بانه يحق لكل مستشار جماعي انه يقدم الاسئله الكتابيه حول جميع المسائل اللي مطروحه داخل الجماعه. السيده العمده في الدوره اللي فاتت مع داك التعديل ديال الماده 33 دات في هذه الماده 11 التسقيف ديال هذا العدد الاسئله في 20 سؤال، وهي غير مثقفه في 20 سؤال غير مثقفه في القانون. هذا تقييد على الحق اللي كيعطيه لنا المشرع. اكثر من هذا الشيء راه ما بقاش شي حاجه اخرى. وحنا راه هي حددت قالت لك 20 سؤال هو اللي غادي يتناقش في الدوره مع اعتماد التمثيليه النسبيه. هذا الشيء كنحطو. علاش هذا الشيء هذا؟ لان في دائره اليسار هي الوحيده اللي كانت كتسولها في الاسئله الكتابيه. باش تحاصركم كنحطوا 20 سؤال 15 سؤال 20 سؤال في كل دوره على حسب باش تحاصركم. انا نزيدك هذه الدوره هذه حطينا 9 ديال الاسئله. الدوره كامله او الجلسه كامله ديال الاسئله الكتابيه تم برمجه فيها سؤال واحد صافي واللي باقي لغاتهم قالت لك اسيدي واخا سي فاروق كمل لي. خديتي الاجراء الاول كل واحد يهضر. هذا الاجراء باقي لك 3. الاجراء الثالث الاجراء الثاني هو تيدير الموظفين الاشباح ما يبقاوش، ما خصناش نبقاو نشر لوائح. نشر الا كنت انا في الاخر غنشر اللوائح ديالهم. هادشي ما غاديش بلاتي. خليني نسولك الله يعطيك الستر. ولا لقيتي شي مرت شي مسؤول كبير كيما بغات تكون نشر سميتها كيما بغات تكون كيما بغا يكون في اعلى درجات في هذا ما عنديش مشكل. انا نشر مرت فلان ما عنديش مشكل.
يكون معين ولا ما منتخب؟ عنديش مشكله سيدي حميد. الثالثه حياتنا كامله حنا نهضروا غير على الشفافيه في هذا البلاد، ما غيرش دابا غادي نخافوا من هذا الثالثه. الحاجه الثالثه سي حميد هو القطع مع الريع. ممنوع شويه يستافد من الريع. ممنوع يستافد من الريع. لا شوف انا ماشي ضد، راه الناس راه شويه غلطه، حنا راه ماشي ضد انها تكري السيارات، لان النواب يستافدوا بالسيارات، هذوك الناس راه كيأديو خدمه وخصهم يكون عندهم المشكل هو الطلبات موجودين. المشكل هما الطلبات موجودين، المشكل هو باش تمشي تكري لهم داسيه باش اللي هي كتسهل العمل، مشيتي كريتي لهم سكودا. شنو كانت هي؟ سكودا ساويه 36 مليون. كيكونوا جماعه داسيه بعد راه هذا هو اللي كندويو عليه السي حميد، راه كندويو على التبديل ديال المال العام حنايا، راه هادو هما المشاكل، هذا هو اللي كنسميوه الريع. هذا حنا ما عرفناش شكون اللي خدا الصفقه وشكون اللي كياخذ الصفقات في هذا المجلس. راه كندويو والوالي اشر لا قبل ما حدا الصفقه داز، راه الطوموبيلات راه جاو البارح المجلس. لا السيد يعقوبي اشر لا ما عرفتش، هو على ما يبدو ان الصفقه داز السيد راه تاشر عليها قبلها. اذا راه تاشر عليها الصفقه تاشر عليها. واخا الثالثه اجراء ثالث. هذا هو الاجراء الثالث. الرابع الحاجه اللي حنا فيه الاجراء الرابع هو على الاقل التواصل باخلاق والتعامل مع الساكنه بحسن النيه والاستقبال ديالها. ما يمكنش انا نترفع على الناس اللي صوتوا عليا واللي جابوني ونتنكر الجميل ديالهم، واخا وعلى ولاد حومتي وعلى ولاد. واخا غنختم معاك بهذا السؤال. دابا السي فاروق الكلام ديالك زوين ورائع، ولكن ما تنساش دابا المغاربه تكواو، كل المنتخبين والسياسيين كيجيو كيهضروا بهذه الهضره ديالك، غنستقبلوا حسن سمع، غنواجهوا الريع كذا. شنو هي الضمانه؟ دابا مشكل كي غيديروا الناس يثيقوا بك، شكون اللي كيضمن غدا انت عاوتاني ما عاد تكون عمده غدير اكثر منها، وهي براسها من كان شي وقت راه كانت كتقول هذا الكلام هذا المعسل. شنو هي الضمانه؟ يقدر الضمانه سيدي حميد ما نعطيهاش انايا وما غتعطيهاش انت وما غيعطيوهاش المواطنين. الضمانه هي دوله المؤسسات، هو نفعلوا دوله المؤسسات. هم هاد المنتخبين اللي كنقولوا راه شنو داروا يتحالوا على القضاء، واللي تبت في حقه التورط يمشي للسجن. ماشي حيت فلان. اذا الجهات المراقبه والسلطات هي اللي خصها تدخل، هي اللي خصها تدخل، والقضاء خصو يدير. كتقول لي حتى انت لا ما درتش هادشي يدخلوا فيك، حتى انا يدخلوا فيا. والمجلس الاعلى للحسابات يدير المهام ديال الرقابه ديالو ويحيد التقارير ديالو عن النيابه العامه. كاين التقارير دابا المجلس الحسابات عليها المفتشيه الداخليه؟ كاين على حسب اللي عرضت رئيس المجلس الاعلى للحسابات لازين بالعدوي في البرلمان في الجلسه اللي كانت نهار الثلاث، قالت بان هناك احدى شركات ديال التنميه المحليه اللي كاينه في الرباط تحل الملف ديالها عن النيابه العامه. هذا ديال الولد العالمي؟ لا، شركه ديال التنميه المحليه. حنا ما عرفناش شكون هي الشركه. كاين حديث على ربا باركين، كاين حديث على ربا انيماسيون، مازال ما عرفناش شنو هي بالضبط. مجلس الحسابات. نعم. مفتشيه ديال الداخليه دارت شي تقرر عليها، زارتها، كاين شي تفتيش؟ ما عنديش معلومه. وزاره الداخليه ما عرفتيش؟ لا ما عنديش معلومه نهائيا. كنشكرك السي فاروق، الله يحفظك سيدي حميد. ونتمنى اننا نكونوا وضحنا للراي العام والساكنين ديال الرباط مجموعه من النقاط. كاين باقي نقاط اخرين كبار ممكن ندويو عليهم نستقبلوك في المستقبل ان شاء الله. المستقبل وما نستقبلوكش انت، نستقبلوا كذلك حتى جميع المستشارين اغلبيه والمعارضه بما فيهم السيده العمده. موقع بديل مفتوح لها، وحنا كنتوجهوا بهذه المناسبه قبل ما نختم، هذا الموقع يقف على مسافه واحده من جميع الفاعلين والاطراف. السيده العمده مرحبا بك، بسطي وجهتنا، تواضعي معنا شي شويه. احنا غير صحفيين زعما كلنا كنساهموا في هذه البلاد، قد يكونوا شي حوايج ربما يكونوا الناس ظالمين، يقدر يكون شي سوء فهم، فمرحبا بك انت والاغلبيه ديالك والمعارضه. كنشكركم الزوار ديال موقع بديل، والى اللقاء.